السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، حبايب ملعوبة بودكاست. يلا بينا تاني على البريمير ليج والجولة رقم 2. يلا بينا على ويك 2. يلا بينا. الماتش الأولاني المانيو في برايتون. المانيو عايز يثبت انه خد ال3 نقط الماتش اللي فات بجدارة واستحقاق. بوحة معاه حق ان هو الفرقة ماشية كويس وبتلعب كويس، لكن يا جماعة برايتون خطير. برايتون ميتوما رجع بقوة، شفنا كلنا المباراة اللي فاتت خطورة ميتوما من الطرف وخطورة أدينجرا، 2 أطراف جامدين جدا، ومعاهم المخضرم ويلبك بيقدم مستويات هايلة، اللي كان أصلا بيلعب في اليونايتد وبعد كده أرسنال زي ما كلنا عارفين. بيقدم مستويات هايلة، وده مش من عوايده، وبقاله فترة ما بيصابش، حاجة غريبة، ده راجل غاوي إصابات. عامة المباراة في برايتون هتكون صعبة على المانيو عنده زيركزي قدم مباراة كويسة وخلص الماتش في الكام دقيقة اللي لعبهم. أظن في عدم وجود هويلاند هيكون ليه دور كبير، وأكيد هيعتمد عليه المعلم بوحة الصباح، سواء في بداية الماتش أو في آخره، أكيد هيكون ليه دور. وبالنسبة للناس اللي بتحب الفانتسي، عندنا مزراوي هيكون أساسي، لأن بوحة جايبه مخصوص عشان يملى الناحية اليمين، وباع وان بيساكا زي ما كلنا عارفين. وكاسيميرو في نص الملعب. كاسيميرو بيأدي أداء ثابت، عامل فورمة كويسة، بادئ بري سيزون رائع، عامل الدرع الخيرية ممتاز. المباراة هتكون فعلا تستحق المشاهدة، ودي إن شاء الله هتكون على ملعب برايتون زي ما قلنا في افتتاحية الجولة رقم 2. ودي ان شاء الله المباراة اللي عايز يتابعها من احباب وعشاق المان يونايتد، هيكون ان شاء الله يوم السبت الممتاز في الدوري الانجليزي الساعة 2:30. في مباراة الساعة 5 مباريات كويسة، زي مباراة ويست هام وكريستال بالاس. المباراة دي مهمة للفرقتين. ويست هام ظاهر بمظهر كويس، شكله مدعم صفوفه، وكان خصم عنيد للفيلنز في الماتش اللي فات. وعندك مباراة مضمونة للميجا مايند إبسويتش تاون اللي لسه صاعد، ويا عيني بادئ الجدول بتاعه ليفربول وبعدين مان سيتي. مباريات في منتهى الصعوبة، ما تحبش تقابلها حتى في آخر الدوري، لكن مباراة سهلة جدا بالنسبة للميجا مايند على قد ما هي صعبة بالنسبة لإبسويتش تاون وسام مورسي. نتمنى له التوفيق ان شاء الله كقائد للفرقه، لكن المباراه صعبه جدا جدا، وفي فرق سرعات وفرق قوه. سافينيو يتهيألي بعد اللي شفناه منه الماتش اللي فات بيأكد انه هيكون له دور كبير جدا وهيكون اساسي مع الفريق، خاصة في عدم ظهور جاك جريليش خلاص على الساحة، اللي ما كانش راضي عنه اصلا من الموسم اللي فات الميجا مايند جوارديولا. واحتمالية وجود دوكو وتبادل المراكز زي ما شفناها، والكلام اللي هو قاله وبيقوله هو دوكو غير مكانه وهو سافينيو من غير ما يقولوا لي. انا مش عارف، الميجا مايند غاوي يعمل جو، الله اعلم اللي حصل بالظبط، لكن انا اعتقد سافينيو هيكون موجود. وبالنسبه للناس اللي بتحب الفانتزي، يعني برضو هالاند ممكن يعمل هاتريك ولا حاجه في الماتش ده. ماتش سهل بالنسبه للسيتي. اتمنى ان جوارديولا ما يصعبوش على نفسه ويغير كتير في العمود الفقري في الفرقه. هو عنده رودري بس اصابه، لكن يتهيألي هو دي الاصابه المؤثره، لكن باقي الخطوط كلها مكتمله. في نفس الوقت مباراه توتنهام ايفرتون قدم واحده من المباريات الافتتاحيه السيئه جدا جدا، وخسر 3-0 قدام برايتون. زي ما قلنا برايتون ظهر بشكل كويس، لكن برضه ساعده المشاكل اللي موجودة، ولو عدد الإصابات الكبير في خط الدفاع، وكمان طرد أشلي يونغ، فالدنيا هتبقى صعبة جدا جدا على إيفرتون، خاصة أن المباراة في ملعب توتنهام بعد ما ضيع نقطتين وبوستوجلو قال لك أنا خسرت نقطتين وأتمنى أن ده ما يتكررش تاني من بداية الدوري. هيكون عنده الفكرة الضغط من البداية، عايز يكسب. وسولانيكي الناس اللي بتحب الفانتسي اتوقع ان هو هيبقى ليه دور كبير، وان شاء الله يحرز اهداف. هنشوف. عامة هي مباراة انا اعتقد مش هقول انها سهلة، لكن هي على الورق اسهل بكتير واقرب بكتير لتوتنهام من ايفرتون اللي عنده مشاكل كتيرة جدا في خط الدفاع وفي الهجوم كمان. ونروح على طول على المباراة الاهم، المباراة الاقوى، الكلاش الحقيقي في الاسبوع ده وقمة الجولة، هي ارسنال والفيلنز.
الفيلنز مع اوناي امري من الموسم اللي فات واحنا بنشكر فيهم واتكلمنا كتير قد ايه الفرقه بتنجح وبتكمل وبيدعمها، وباين قوي بصمه اوناي امري، باين قد ايه الفرقه اتطورت. السنه دي هيلعب تشامبيونز ليج، عنده اجنحه، عنده مهاجمين، عندك واتكنز، زي ما انت عايز تقول قول، حتى دوران ويل سميث الغلابه زي ما احنا اشرنا الموضوع ده على الصفحه، جاهز، لعيب صغير في السن لكن عنده الثقه بنفسه، بينزل دايما بيعمل الفارق. وهو اللي خلص الماتش اللي فات، كان ويست هام محجر وقافل الملعب، لكن نزل دوران وفرق وجاب جون. والدنيا هتختلف كتير جدا مع الوقت، الاداء هيتطور، واكيد اكيد المباراه صعبه جدا جدا على ارسنال اللي بيكمل بنفس الطريقه. وبالمناسبه خبر امبارح ميرينو ان هو اتعاقد مع ارسنال، خبر ممتاز ولكل عشاق الجانرز. الراجل ده جه في وقته. قد ايه البلاك ستار ما عادش هو توماس بارتي اللي احنا عارفينه. توماس بارتي قل شويه، بقى فيه سنه بطء، بقى محتاج الفريق لدعم فعلا. ميرينو هيلم الحته دي وهيكون فارق كتير قوي 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 وجوده مع الفريق. لكن طبعا اكيد مش هيلحق يلعب المباراه دي، خاصة انها بكرة ان شاء الله في السبت الممتاز 7:30. هتكون سهرة جميلة. المباراة صعبة على ارتيتا وصعبة على اوناي امري، وكلاش جميل يستحق فعلا المشاهدة. اتمنى ان الفرقتين يقدموا لنا كورة مش مقفولة. اتمنى ان اوناي امري ما يقفلش الملعب في الشوط الاول والمباراة شوية تروح للملل. انا اتمنى ان هما الاثنين يفتحوا الملعب ونشوف اهداف ونشوف جمل حلوة، وانا اتوقع المباراه هتكون كويسه ان شاء الله. وقبل ما انتقل للمباراه اللي بعد كده، احب برضو اضيف ان ارتيتا مازال مصمم يعتمد على كاي هافرتز كراجل مهاجم، وهو اصلا كاي هافرتز بيحط فرصه من 5، فدي مشكله كبيره. ارسنال عايز ينافس على الدوري، وانا شايف ان هو مش ناقصه حاجه خالص. الفرقه عامله اداء جميل جدا، مش ناقصه اي حاجه غير انه يحمل بطولة البريمير ليج. طبعا انا بتكلم على دي، سيبك من الدرع الخيرية، سيبك من الكاس. البطولة دي طبعا هي البطولة الاقوى والاهم واللي كل عشاق الجانرز مستنيينها، خاصة هناك في نورث لندن. المشكلة ان احنا هنفضل نعتمد دايما على تحركات ساكا احيانا بيتقفل عليه وبيبقاش مفتاح لعب فعال، لكن ساكا لعيب كبير طبعا، بوكايو ساكا العجيب. ومعاك كمان اوديجارد ممتاز وبيلعب بين الخطوط وبيدي امدادات رائعه. بس انت بعد كل ده احيانا بتوصل لكاي هافرتز وبتضيع. وعندك جيسوس ده ما تقدرش انك تعتمد عليه اعتماد كامل. جيسوس كويس لكن مش الفرود اللي هتقدر تبني عليه الهجوم عشان يجيب لك بطوله. ولو رحنا ليوم الحد الممتاز عشان نكمل الجوله الثانيه، هنلاقي نيوكاسل هيلعب مع حبات الكريز. نيوكاسل كسب المباراة اللي فاتت، صحيح مش بإقناع لكن كسبها. ايدي هاو قادر ان هو يعمل فرقة كويسة ويعمل توليفة كويسة. المشكلة ان احيانا بتحس ان ايزاك هو المنوط باحراز الاهداف لوحده. ايزاك ممكن يتمسك، ممكن يبقى داي اوف، ممكن فانت لازم يبقى فيه ناس تانية تحط معاك الاجوان. يا ايدي هاو لازم يكون ويلسون في فورمته ونبطل موضوع الاصابات ده. يا اما انت محتاج، هل انت محتاج في الميركاتو الصيفي ده مهاجم ولا انت مش عامل حسابك؟ انا اعتقد ان هو مش عامل حسابه ان هو يتعاقد مع حد. ايزاك لعيب كبير قادر ان هو يفنش ماتشات كتير، لكن الاطراف جوردن والميرون والناس اللي موجوده معاه كويسه ومتطوره، لكن مازال ما عندكش فرود الصريح او المهاجم التارجت غير ايزاك هو الاعتماد كله عليه. وانا يتهيالي الفرق الكبيره المفروض ما يبقاش عندها مفتاح لعب واحد. يعني دايما تلاقي الفرق اللي بتاخد دوري كل الفرقه بتجيب اهداف، مش واحد بس. ممكن يطلع دي اوف، ممكن يصاب، ممكن. فطبعا دي نقطه يعني انا شايفها ان المفروض ايدي هاو يبص لها. لكن هنشوف، هو بيأدي اداء كويس وكسب المباراه اللي فاتت قدامه. الماتش ده قدام حبات الكريز قدام حبات الكريز. يتهيألي مباراه سهله، والمباراه دي هتكون ان شاء الله الساعه 4. وفي نفس التوقيت تشيلسي هيقابل الوولفز
مع جاري اونيل الولفز كويسين، بيظهروا بمظهر كويس، بيعملوا ازعاج. كانوا قافلين على ارسنال، وارسنال كان لولاش ساكا بهجمه عنتريه وبفنياته حط الجول الثاني، كان هيبقى المباراه فعلا تصعب على ارسنال 1-0 في اي كوره في اي هجمه، وهم بيقدروا يعملوا الكلام ده. جاري اونيل فعلا غير من الفرقه شكلها كويس وواقف على رجليها، وهتسبب ازعاج لتشيلسي. تشيلسي فرحان طبعا بالميركاتو اللي ماشي فيه ماريسكا بيعمل حاجته بكل صراحه. الراجل صريح جدا، بيقول لك انا كلمت ستيرلينج وقلت له انت مش معايا، انا كلمت بيني تشيلويل قلت له انت مش معايا. الصراحه والصدق في الحاجات دي من البدايه كويس جدا. تشيلويل وستيرلينج هيخشوا في الميركاتو الصيفي وهيمشوا بالتاكيد قبل ما الميركاتو يقفل. الوكلاء بداوا يشتغلوا، والاثنين لعيبه خلاص بيتدربوا لوحدهم بعيد عن الفرقه. عندك جواو فيليش اللي لسه جايبينه بعقد طويل الامد لحد 2031، هيكون ليه دور مع الفرقه، هيكون ليه دور اكيد. وبالنسبه للناس اللي بتحب الفانتسي بالمناسبه احب اقول لهم خبر مش كويس، بالمر مصاب وغالبا مش هيشارك في المباراه دي، ودي يعني بدايله كتير في نص الملعب، اللي ما عندوش ساكا يجيب ساكا، اللي ما عندوش صلاح يجيب صلاح، لكن بالمر غالبا مش هيكون موجود. واتوقع يعني ان تشيلسي يقدم المباراه دي بشكل كويس قدام الوضع. واخيرا هيحاول ارني سلوت ان هو يتفادى لدغات النحل قدام برنتفورد فرقه اكتر فرقه بتضايق ليفربول من ايام كلوب، دايما بتعمل مشاكل. فاكرين طبعا التعادلات والهزايم اللي حصلت لليفربول بسبب الفرقه دي. النحل او البيس بيقدروا ان هم يقفلوا على مفتاح لعب ليفربول خاصه صلاح، وكان عندهم توني بيقدر يخلص، امبويمو او اي لعيبه من اللي عندهم. اللعيبه كلها بتلعب في منظومه، ما تحسش ان نجم عندهم نجم خاص. في برنتفورد الفرقه بتأدي كويس وشكلها حلو. ليفربول عنده نفس المشاكل اللي نهى بيها كلوب. نص الملعب الارتكاز فيه مشكله، مازال ماكا بيلعب كويس قدام بالكوره، اما تحركاته من غير كوره الدفاعيه او التغطيه العكسيه اللي بتيجي ما بين الاثنين مدافعين ورا ومع الباك سواء ارنولد او روبرتسون فيهم مشاكل. نفس المشاكل موجوده مع سلوت كان واضح، قال لك الفرقه كانت موجوده وانا مش هغير كتير في النظام اللي سايبه كلوب. فالشكل لازم يتغير يا سلوت، لازم تحل المشاكل، لازم يبقى في حل جذري. اندو قلنا لعيب مش خلاص بيكتو هتنزل، الراجل راجل كبير، احتمال انك انت تعتمد عليه الموسم كله صعب. والاداره البخيله بتاعت الريدز بين قوسين ما سمحتش لسلوت ان هو يخش في الميركاتو بشكل كبير. صلاح بيكمل، صلاح ممتاز، صلاح بيمول، لكن لو اتقفل عليه، لو الدنيا ما بقتش تمام، لو جابوا جونين 3 ودخل فيهم 4، يبقى ايه الفايده؟ يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ كده ليفربول قدام المباراه ديت في نهايه الاسبوع لازم يثبت ان هو فريق يقدر ما يضيعش نقط من بدايه الدوري، لان دي كانت مشكله كلوب في السنوات الاخيره بعد طبعا موضوع فابينيو وهبوطه في المستوى والمشاكل بتاعت نص الملعب اللي ما زالت موجوده. سوبوسلاي اضافه لنص الملعب، ماكاليستر اضافه لنص الملعب، لكن ما زال ما فيش واحد فيهم قادر ان هو يعمل دور الارتكاز او الرقم 6. وبتمنى ان احنا نشوف جوله مثيره وان شاء الله بالتوفيق للجميع. وبالنسبه لإليوت اللي انا كنت اتكلمت عليه قبل كده، إليوت هيكون ليه دور، لكن ما اعرفش في المباراه دي هو ونيونيز ايه نظامهم. يعني وارد ان هم ما يلعبوش، لان سلوت برضو بيحب عدم التغيير كتير في فرقته. يعني هو هيثبت طول ما جوتا سليم، جوتا هو اللي هيبقى الاساسي. واضح ان جوتا هو الاساسي، ولوتشو شمال، لويس دياز، ومحمد صلاح يمين. نص الملعب بنفس تشكيله. فيمكن كونسا ينزل كوناتي مكانه، يمكن للناس بتوع الفانتسي، لكن ما اظنش ان هيكون في تغييرات كبيره في شكل الفريق بشكل عام. وان شاء الله نكون قدرنا نتكلم على المباريات المهمه ونكون افدناكم، وان شاء الله مستنيكم تاني مع ملعوبه بودكاست. محمد القاضي، سلام.